بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نتحدث عن معنى بعض الرتب والألقاب والدرجات في اللغة التركية العثمانية، مثل كلمة أغا، لقب للأعيان وخاصة ملاك الأراضي والإقطاعيين والعمدة، وكان قائد الإنكشارية يلقب بكلمة أغا، كما كان الولاة العثمانيين يلقبون بكلمة أغا، مثل أمين أغا حاكم الإسكندرية في زمن الحملة الفرنسية. وكلمة خانم معناها زوجة السلطان أو المرأة المحترمة، وكلمة خاتون تستخدم في الريف معناها المرأة المحترمة أيضا. وكلمة رئيس هي كلمة عربية ولكن الأتراك استخدموها وتستخدم لرئيس المركب. وكلمة قابودان بمعنى قائد البحرية. وكلمة خوجة نصر الدين خوجة بمعنى المعلم، ولكن جحا عند العرب المقابل لها عند الأتراك خوجة نصر الدين، الذي عاش تاريخيا في الأناضول وقبره هناك، وعاش أيام تيمور لنك الذي هزم بايزيد وأسره وسيطر على الأناضول وآسيا الصغرى. وحدث أن أتى ببايزيد وسأله إذا كان مكانه ماذا كان سيفعل به؟ قال له كنت سأقتلك. قال لهم اقتلوه. كان جحا موجودا هذا الأيام، فطلبه السلطان وسأله سؤال: كانت أسماء العباسيين المعتصم بالله هكذا، ماذا كانت تسميني؟ فقال له أعوذ بالله. وكلمة جلبي أو جلب تستخدم عند الأتراك القدماء بمعنى الله سبحانه وتعالى، ولما الأتراك دخلوا الإسلام استخدموا كلمة الله، ولكن الكلمة لم تنسى، ودخلوا عليها ياء النسبية واستخدموها كلقب المنسوب للإله. وكلمة غازي معناها أن تجاهد في سبيل الله وكتبت الحياة له. وكلمة سلاملك هو المكان الذي يقابل فيه رب البيت ضيوف الرجال. وحرملك وكلمة حرملك المكان المخصص للنساء أو لجوار السلطان. وكلمة الخشداشية معناها أتباع المعلم الواحد أو الأستاذ الواحد. وإلى اللقاء في الموضوع القادم بإذن الله. شكرا.